البلوزة القمر دي هخليكم تعملوها في أقل من ربع ساعة بأقل الإمكانيات والتكاليف، هتخرجي وتتدلعي بيها. أنا عايزة بقى الفيديو ده يوصل لحد 1000 مشاهدة راضية، بس عايزاه يوصل ل100,000 لايك زي ما بيقولوا، مش علشان القناة تكبر وناخد فلوس، لأ عشان ناس كتير تستفاد، لأن الحياة بقت غالية جدا. رجعت لكم وانا مش هبين لكم وشي علشان تركزوا في الشغل اللي ان شاء الله ينول اعجابكم. عمل بلوزة باقل الامكانيات والتكاليف في اسرع وقت. انا عندي حتة قماشة، طبعا دي الرقبة اللي انا قصيتها في النص. حتة قماشة لما اتنيها نصين، هي طويلة قوي اهي، طويلة جدا قطيفة، فانا هتنيها نصين كده، نصين عاديين خالص. تمام كده، بقوم كده واروح تانية تاني نصين، فهيصبح عندي دي متنية مظبوط. وعندي هنا بوزة، بروح ماسكة البوزة كده بالمقص من غير ما اعمل اي حاجة، هتبقى البوزة كده بمسكها كويس ما تتحركش من ايدي، واروح قصاها، واروح ايه قصاها. تمام، فهتطلع لي عندي الرقبة في النص بالظبط، في النص بالظبط مظبوطة اهي. شايفين؟ قرب الكاميرا عليا قوي، بعيدها شوية عشان تخلي بالكم اهي. تمام، دي الرقبة اللي هندخل فيها الشغل بتاعنا. طبعا من ورا زي قدام اهي، من ورا زي قدام عشان لما نقفل كده تبقى مظبوطة خلاص. طيب هنقفلها. طبعا انا عندي حتة القماشة اهي، عندي جاكيت قديم مش عايزاه، جاكيت قديم يعني لبسته كتير كتير جدا، وعايزة اغير الموديل لان الناس حفظوه وانا نفسي زهقت منه. مش هبوظه برضو، هستخدمه في حاجات تانية، بس كل اللي عملته ان انا شلت الكم بتاعه بس. الكم بتاعه ده من خلال ما شلته هدخله هنا مع القطيفة وهعمل موديل مختلف. لحد كده تمام؟ تمام مفيهاش اي صعوبة. تنيت القماشة نصين ومن النص عملت حردة الرقبة. بعد كده هخيط الجناب عادي، يا اما خط، اما نظام، يا اما خط مستقيم، يا اما نظام الضربية. النظام الضربية يعني ايه يا اما بتتعمل ازاي؟ انا هقول لكم. الحرف اهو، وببتدي اعمل نظام الضربية. شوفوا بقى انا هعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بمسك الحرف من تحت مش من فوق، وبثبت الاول، اول غرزتين بثبتهم كده، ثبت جامد 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 جدا. تمام، وبعد كده بعمل 7 غرز، 1 2 3 4 5 6 7، وفي اخر السبعة خالص بفرد واتبت بالشكل ده. تمام، وبعدين اعمل تاني 8 غرز او 9 غرز، 6 7 8، خليهم 8 مش مشكلة، 8 غرز خلاص. اخر 8 غرز بروح شادة الخيط عشان تكشكش بالشكل ده. شايفين؟ دي سادة ودي مكشكشة. بروح في اخرها واخدة غرزتين 3 عشان برضو اثبتها، وهكذا هتتكرر لاخر السطر. سهلة جدا، دي هتديكي كشكشة ضربية من الجنب. 1 نعد تاني، 2 3 4 5 6، ادي 6 ادي 7. تمام، ادي 7. بصوا بقى في النص فيه كشكشة اهي. بعد كده ناخد تاني 7 نظام الضربية. 1 لا سوري، بعد ما عملنا الخط المستقيم لازم نثبت. شوف انا كنت هنسى التثبيت، لما كنت ثبت كنت لما عملت كشكشة اللي في السطر التاني كانت نزلت على السادة وكانت كلها كشكشت. بثبت جامد جدا اهو،
وبعد كده اخد 8، 1 2 3 4 5 5 6 7 8. خلاص، واروح واخده التثبيت بالشكل ده، بثبت. تمام. وهبتدي اعمل كل السطر للنهايه، كل السطر للنهايه، وارجع لكم تاني بعد ما ما اكمل السطر. انا خيطتها، بصوا بقت في الجنب عامله ازاي، دربيه ازاي، مش ساده بقى، فيها كشكشه من الجنب. الجنب التاني لسه مفتوح، هقفله برضو واعمله نفس الشكل اللي انا عملته في الجنب التاني. بصوا بقى، انا برضو هثبت في اول غرزه وهعملها قدامكم كده تاني علشان تخلوا بالكم من الضربيه دي بتتعمل ازاي. اعمل لكم الجنب التاني برضو 3 4 وحدات كده، عشان بس انا ما قدش الخيط هيفك. بصوا حبايبي، بنثبت الطرف على الطرف، بنثبته قوي 3 4 مرات كده. تمام. وبعدين بعد باخد الطرف على الطرف كويس طبعا، عارفين القطيفه بتتضرب، فحاولوا تفردوها. بصوا، 1 2 3 4 5 6 7، ادي 7، واروح مثبته في اخر السبعه بالخيط، مثبته جامد قوي، اهم حاجه التثبيت ده مهم. خلاص. وبعدين هاخد، احنا هنا خدنا 7، ممكن نعمل هنا 8 9 10، تبع كل ما تكتري طبعا الكشكشه بتكتر، صح. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 زي التانية. بس اخر الخيط بقى بنروح، بصوا الحركه دي، شايفين راحت مكشكشه الغرزه، راحت مكشكشه الغرزه، ونروح مثبتين الشكل ده، ثبته جامد قوي بقى عشان ما تتحركش. ونروح برضو عاملين 7 ساده، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7 ساده. وبعد السبعة السادة بنروح مثبتين، نفرد قوي كده، نروح مثبتين. تمام. هتبقى بالشكل ده، عشان بس القماش غامق، سادة ودربية وسادة، وهنعمل دربية وهنمشي لآخر السطر زي اللي تحت. وارجع لكم تاني، انا خلصت ورجعت لكم، عملت الجنبين بالظبط دربية. هقلب الشغل بتاعي، وبقت بلوزة، بلوزة مقفولة من الجنبين بنظام الدربية. بصوا الدربية شكلها جميل ازاي، شايفين، شايفين الدربية شكلها تحفة. وانا وريتكم طبعا الطريقة سهلة جدا، والجنب التاني زيها بالظبط، لازم الجنبين يكونوا شكل بعض. طيب، وعندي الرقبة اهي اللي انا هدخل فيها راسي، والكتفين طبعا مش هيبقوا كده، هيبقوا الكتفين نازلين كده، نازلين كده، مفهومش حردة ولا اي حاجة. ادي الكتفين، ادي الايد اللي هندخل فيها البلوزة، وادي الايد التانية. تمام. طيب، بالنسبة بقى للجاكيت اللي انا خدت منه، سوري الموبايل وقع معلش، بس انا سنداه على حاجة كده بتوقع مش متينة. ادي الكم، قصيته عادي من الجاكيت خالص. الكم ده كان ليه حردة، الحردة بتاعته اهي، ادي حردة الكم، انا خدتها قصيتها. ادي حردة الباط، فانا رحت تانياها وقصاها بالمقص، عشان انا عايزة الكم كده حتة واحدة. تمام. وهخيطه في الايد. سوري حبايبي معلش الموبايل وقع. انا عايزه اوريكم ازاي هركب الكم
لازم القطيفة تبقى على القطيفة، لازم القطيفة تبقى على القطيفة. الكم اللي انا فكيته من الجاكيت القديم خيطته بسرعة قدامكم بأسرع ما يمكن بإذن الله، بس لازم الخط على الخط. ونظبط يا جماعة الشغل كويس عشان يبقى اكنك عاملاه بالظبط عند ترزي، اكنك بالظبط عاملاه عند ترزي كده. كده بنخيط الكم كله 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 لحد اخر حاجة احنا عملناها. بس يا ريت يا ريت واحنا بنخيط نسيب جزء بسيط قوي كده اللي هناخده من الجنب، ما نعملش خياطة للاخر. تمام. وبثبت الايه الخيط، وزي ما قلت لكم ما تنسوش القطيفة على القطيفة. كده بقى هبتدي اعدل البلوزة بعد ما خيطت الكم فيها تبقى بالشكل ده. انا كده خلاص خلصت البلوزة وعملت كمين، وجبت حلية من اللي انا قلت لكم قصتها بتاع حردة الباط. لو تفتكروا في اول الفيديو قلت لكم ان حردة الباط انا ظبطتها وخدت الفيديو مستقيم، دي اللي فايضة. وزي ما عملت من قدام هعمل برضو من ورا نفس الفكرة. انا عندي برد وعايزة لايك عشان اتعبت من الفيديو. من ورا زي قدام. شفتوا البلوزة شكلها اتغير نهائي نهائي، وفي اللبس شيك جدا. انا لبستها على فكرة وهوريها لكم برضو في الاخر بعد ما تخلص. هخيط دي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي انا خلاص فاضل حتة صغيرة هكملها لكم قدامكم. بعمل الوش مع الوش، بعمل وش القطيفة مع وش القطيفة. تمام. وبخيطها، يعني تخلوا الوش مع الوش وتخيطوا كده. هخيطها واخلصها. ممكن اعمل الحلية دي وممكن اقطع الكولة. انا عايزة لايك للفيديو معلش عشان انا تعبت في الفيديو عندي برد. مش عايزين تدوا لايك عادي برضو، بس دايما اللي بيدي لايك الناس اللي هم بيحبوا يدعموا القنوات الهادفة، يعني ما عندهمش نفسنا ولا عندهم اي حاجة يعني تضايق الشخص اللي قدامهم. اه والله انا بعتبر كده، ما اعرفش انا فكري صح ولا لا. يعني لما يكون واحده صديقه او واحد يعرفك مثلا ويتفرج على الفيديو ما يدركش لايك، ده يبقى انسان منفسن وبغل، يعني ربنا يكفينا شره. لكن لو ضميره كويس بيروح مدي اللايك. ده لو حد يعرفك وما يدلكش لايك. اما اللي ما يعرفكش بينسوا، انا متاكده انهم بينسوا بيتفرجوا على الفيديو وبينسوا يدوا اللايك. فانا اتمنى المدعمين للقناه ما ينسوش اللايك. كده تمام وفل الفل، فل العشرة كمان. ادي الرقبة خلصت اهي ورا وقدام. تمام. وركبنا الكمام بتاع البلوزة اخر نظافة واخر شياكة. طبعا هيبقى الكم من هنا، الكم هيبقى من هنا لان انا ما عملتش حردة. انا جبت لكم التفصيل اللي هو سهل جدا واي حد يعمله، لا في حردة بقى ولا في بتاع ولا حاجة كده طخ 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 طخ. وريتكم ازاي تعملوا الدربية الجنب عشان تبقى ليها منظر. ممكن انا استخدم دي وممكن اشيل الكولا بتاعه الجاكيت خالص، اقصها قص عادي خالص واروح شايلاها ومركباها برضو هنا. بس مش هحط دول بقى، دول هيتشالوا. انا بوريكم فكرة تانية واحط الكولا هنا تبقى حاجة كول. ممكن الكمام دي مش لازم المقلمة، ممكن قميص يكون كارو. البنات بتحب الحاجات الكول، فممكن نستغنى عن الكم المقلم القطيفة بكم جينز مثلا او كم كارو. بيبقى تحفة قوي 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 قوي. انا عايزه اقول ان انت ممكن تحطي افكار كتير. انا عملت لك الحاجه الاساسيه اللي هي دي، والفكر اللي انتوا بتضيفوه بقى ده بتاعكم انتوا، ده بتاعكم انتوا. احنا بنوري بس الافكار. انا كمان يعني خدت من الجاكيت الشريط القطيفه ده حطيته تحت
كمان هركب التاني اهو واحطه ايه قدام عشان يبقى الطروف بتاعه القطيفه بتاعتي تبقى معموله بالشريط الجميل ده عشان تبقى بلوزه شيك جدا. ارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وانا هلبسها واتصور بيها عشان تبان اكتر في تبان اكتر في التصوير، لان طبعا مش هيبان إلا لما تتلبس. حاجة على قد الايد وحاجة اتعملت بمنتهى السهولة ومنتهى البراعة، وحاجة وطويلة اهي. بصوا الطول بتاعها قد ايه، بصوا طول البلوزة قد ايه، يعني هتيجي كده لحد هنا كده قبل الركبة كده. حاجة واسع محترم، يتلبس على بالطو، يتلبس على بنطلون قطيفة او بنطلون جينز اسود. يعني انت بقى هتبدعي فيه وتروحي تمكنيها. بعد ما تفصليها على ايدك ممكن تمكنيها ب10 جنيه. الناس بيمكنوا الحاجات الشغل المعمول ب10 جنيه فقط لا غير، وتبقي عملتي حاجة خاصة بيكي محدش لابسها الا انتي. وحتى الجاكيت ده، يعني الجاكيت ده نفسه ممكن اصممه بافكار تانية كتير، لان الحاجات دي بنبدعها بافكار تانية. لولا بس ان هو باظ من هنا ونحل، ولولا اني لبسته كتير جدا 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 ما كنتش ان انا استغنيت برضو عنه. كمان ممكن انا اشيل الحيل دي واركبها برضو في الحاجة الجديدة اللي انا عملتها بعمايل ايدي. بحبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة ايه بالبساطة والجمال، ما تنسوش اللايك. شكرا.